تخيل معايا تدخل مطعم ولسه بتقعد على الكرسي تلاقي الجرسون جايب لك الميه والمناديل من قبل حتى ما تطلبه، وبعدها تطلب الاكل تلاقي الاكل نزل لك في ثواني. فتقول لنفسك الناس دول عرفوا انا كنت عايز ايه. الغريبه ان نفس اللي حصل بيحصل في الموقع بالظبط. تدخل على صفحه تلاقيها حملت بسرعه صور سكريبتات ملفات كأن الموقع كان متوقع خطواتك اللي جايه. وده مش سحر، ده اسمه سمارت ريسورس لودنج، وتقنياته كتير زي الليزي لودنج، البري لودنج، البري فيتشنج، البري كونكت، الدي ان اس بري فيتش. وتعالى نحكي الحدوته من الاول. تخيل داخل صفحه منتجات، الصفحه دي فيها حوالي مثلا 50 صوره. هل منطقي ان المتصفح يحملهم كلهم مره واحده؟ اكيد لا. هنا بيجي دور الليزي لودنج. المتصفح بيقول لك انا مش هحمل الصوره غير لما تقرب منها بعينك، يعني الصوره مش هتتحمل غير لما تدخل الفيو بورد، وده بيقلل وزن الصفحه ويسرع تحميل اول جزء منها، خصوصا على الموبايل. كمان تقدر تطبق الليزي لودنج دوت على الصور والفيديوهات وحتى الملفات الكبيره باستخدام الكود سبليتنج. في حاجات لازم تبقى جاهزه قبل ما المستخدم يشوف اي حاجه، زي خطوط الموقع، السي اس اس الاساسي، السكريبت اللي بيشغل اول كومبوننت. وهنا بيجي دور البري لودنج. بنقول للمتصفح الملف ده مهم، حمله دلوقتي حتى لو مش هتستخدمه، وده بيساعد في تحسين الاف سي بي اللي هو الفيرست كونتنتفول بينت، والتي تي ال التايم تو انتراكتيف، والال سي بي اللي هو لارجست كونتنتفول بينت. بس خد بالك ما تعملش بريلود لكل حاجه، اختار المهم بس، والا هتسحب النتورك كيو وتخسر الاداء بدل ما تحسنه. وما تنساش تحط از وكروس اوريجن لو بتتعامل مع خطوط او ملفات خارجيه. لو عارف ان المستخدم احتمال كبير يروح لصفحه معينه، ليه تستنى لما يضغط؟ هنا بيجي دور البري فيتشنج. المتصفح يقول انا فاضي دلوقتي، هجيب الصفحه دي واحفظها لو احتاجناها، كانك بتحط ملف في جيبك قبل ما حد يطلبه. المتصفحات الحديثه بقت ذكيه في توقع دوت، زي لما تحط مؤشر الماوس على لينك معين، او لما يكون في زرار نيكست واضح قبل ما اي ملف يتحمل. في مشوار بيبدا الدي ان اس لوك اب، التي سي بي هاند شيك، والتي ال اس نيوجيشن. المشوار ده بياخد وقت، فليه ما نمهدش الطريق من بدري؟ بنقول للمتصفح افتح القناه مع السيرفر ده، هنحتاجه قريب. وده مفيد جدا مع جوجل فونتس، الاي بي ايز الخارجيه، السي دي ان زي جي اس ديليفر وكلاود فلير. ما تفتحش كونكشنز كتير ملهاش لازمه. لو الحاجه مش حرجه استخدم دي ان اس بري فيتش. خلينا بقى نلخص لك كل اللي اتقال دوت في جدول سريع. الليزي لودنج دوت بيشتغل امتى؟ وقت ظهور العنصر. المفيد منها ايه؟ بتقلل حجم الصفحه المبدئي لما بتيجي تبدا الصفحه. البري لودنج دوت في البدايه تمام، لكنها بتجهز الملفات الحرجه قبل الطلب. البري فيتشنج في احتمال نروح لصفحه تحميل مسبق في الخلفيه للخطوه الجايه، يعني بتحمل صفحه من قبل ما تروح لها. البري كونكت قبل اي تحميل فعلي، ودوت بيعمل ايه؟ بيختصر وقت الاتصال بالخادم. الدي ان اس بري فيتش مرحله الدي ان اس فقط، حل خفيف وسريع. كل ما تحس ان الصفحه بتفتح بسرعه او بشكل ذكي، اعرف ان وراها تقنيات من النوع ده شغاله في الخلفيه. لو فهمت امتى تستخدم كل تقنيه فيهم، تقدر تبني واقع بيطير مش بس خفيف، ولكن متوقع وسابق دايما بخطوه. افتكر دايما ان التحميل الذكي مش معناه التحميل الاقل، لكن التحميل الاذكى. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، استنونا في الحدوته الجايه، وسلام.